السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. معكم دافيد من قلب الحدث. الموضوع ديال اليوم حول إلغاء عيد الأضحى لهاد السنة. غنهضروا على الأسباب وغنهضروا على الحلول. خوتي خواتاتي، إلا كنتي أول مرة تتفرج في القناة ديال دافيد من قلب الحدث، فضلا وليس أمرا تفعل معنا واحد الاشتراك، وتدير لنا واحد البصمه ديال لايك، وتدير لنا واحد الكومونتير زوين بحال وجهكم، وبيان سور تنقبلوا بالنقد والنقد البناء، ولا كان ممكن لو بارطاج باش تعم الفائده. خوتي خواتاتي، عيد الاضحى لهاد السنه بين الحقيقه والاشاعه. مجموعه من الجرائد الالكترونيه خرجت تقول بان عيد الاضحى تلغى هاد السنه. دافيد غادي يجاوبكم. خوتي خواتاتي، عيد الاضحى لهاد السنه باقا حتى شي حاجه اوفيسيال خارجه من عند الوزاره او خارجه من عند شي منظمه اسلاميه تتقول بان العيد هاد السنه غادي تلغى. ولكن علاش خرجت هاد الاشاعه وعلاش بزاف الناس ولاو تيداولوها؟ اولا خاصكم تعرفوا بان المغرب عرف سنوات الجفاف حاده هاد السنوات الاخيره. يعني المغرب راه لحد الان يعاني من الجفاف. يعني ملي تنقول الجفاف اخوتي خواتاتي، يعني تساقط ديال الامطار ضعيف جدا او شبه منعدم، مما يؤدي الى ماذا؟ الى نقص الريزرفوار في السدود، المخزون ديال السدود، يؤدي الى نقص العلف او الغذاء اللي تياكلوه المواشي، اللي تكون هو طبيعي من ديك النباتات وديك الشجيرات وديك الربيع اللي تينوض طبيعي. يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ضعف البنيه الجسمانيه ديال المواشي والى مرضها. ملي تنهضروا على الغاء عيد الاضحى اللي هو من اهم الاعياد اللي تعيد بها المسلمين، فخصكم تعرفوا لان كاين مشاكل. ومشكل اخر ارتفاع المهول اللي عرفوا الثمن او السعر ديال اللحوم الحمراء، وبذلك غتبعوا حتى ارتفاع ديال السعر ديال اللحوم البيضاء. خوتي خواتاتي، ملي تتكون شي بلاد تتعاني الجفاف وما تكونش عندنا واحد المخزون كافي ديال هاد الماده او ما يسمى الخرفان، فالدوله شنو تدير؟ تتستعن بالاستيراد. وهذا الشيء اللي كان وقع في السنوات الاخرى، ان المغرب استعان بالاستيراد من عند دول شرق اوروبا مثل رومانيا واسبانيا، ويقدر يستعن بدول اخرى مثلا في اوروبا الشرقيه من غير رومانيا، تقدر تكون هنغاريا، تقدر تكون بلغاريا، تقدر تكون يعني الدول اللي متوفر عندها هاد المنتوج وتتبيعه بثمن رخيص جدا. فهنا الدولة تتلتجئ الحل الأول هو الاستيراد بواحد الثمن مناسب، وبذلك تترفع عليه الثمن ديال الترونسبور والثمن ديال الضرائب وداكشي باش توجدوا المغاربة. بالإضافة إلى ديك الشناقة وديك الكسابة، راك عارفين ديك السيركوي اللي تيخلي البرودوي تيبدا بواحد الثمن بسيط في المتناول، وملي تيدوز على هاد السيركوي ديال الكسابة والشناقة واللي بغى يدبر على الكميلة توصل لواحد المستوى تيدوبلا لو بري ديالو، بعض الاحيان تيتريبلا. كيف ما شفتوا في السنه الاخيره العيد الحولي صغير باقي سنه الحليب اللي وصل الثمن ديالو ل 60 فما فوق 60,000 ريال فما فوق السنه الحليب. وبذلك مجموعه من العائلات مثقفه واعيه عرفت بان ماشي بمستوى ديالها تعيد، فما عيداتش وما فرضاتش على راسها ديك العقليه القديمه التقليديه ديال هز الثلاجه بيعها، هز فران بيعو، هز حوايج الدار بيعهم. هاد العقليه التقليديه القديمه راه ديباسات، وحتى في الدين فهي محرمه وليست مقبوله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت باش تأدي واحد السنه تتبيع لي حوايج الدار وتخرج تطلب وتبكي، هذا راه ما يعيد ما والو. ما قدرتيش تعيد، ريح في دارك، كيلو الكفته كيلو اللحم والسلام عليكم ونوض نايض. هادو الناس المثقفين والواعيين اللي تيفكروا بالطريقه. اما الناس اللي باقيين تفكروا بالطريقه التقليديه القديمه فهذاك هما احرار، حنا ماشي سوقنا. هذا الحل الاول. الدوله تتلتجئ
استيراد. الحل الثاني انه شي دوله اسلاميه ما تكونش في المستطاع ديالها انها توفر هذا المنتوج لمشاكل طبيعيه، لمشاكل اقتصاديه، لمشاكل معاناه الساكنه من مجموعه من الظروف. فهنا تخرج رئيس او رئيس ديال دوله او ملك ديال دوله وتعلن بانه هاد السنه يتلغى العيد الاضحى نظرا لمجموعه من الظروف طبيعيه اقتصاديه، بزاف د الحوايج. فبيان سور كانت وقعت واحد العام في المغرب انه كان خرج الملك الحسن الثاني وكان لغى عيد الاضحى اللي كان المغرب حتى هو تعاني فيها من هاد الظروف المناخيه والاقتصاديه. فخوتي خواتاتي، انا نتمنى تعطونا الراي ديالكم في عيد الاضحى، واش نتوما مع الالغاء ديالو نظرا للظروف المناخيه والاقتصاديه اللي تعانوا منها الناس ولا لا؟ كتبوا لي الراي ديالكم بكل حريه وبكل مصداقيه وبكل اريحيه. وشكرا جزيلا. كان معكم دافيد من قلب الحدث، وما تنساوش داكشي اللي وصيتكم عليه. وشكرا.